لا يا جماعه والله ما شاء الله خفسين. شغال انا صح كده ضيف؟ الستايلست بتاعي النهارده تاني لا ارجعوا تاني من الاول. لا تصدق انا بتجوز والله. طول صالوني علي مش فاهم علي عادي ما مصور صوت وما طبيعي تستنى منه حاجه زي دي ما ينفعش يضحكوا كده يهزروا مع بعض. فهو يقول له عمالك يقول لك لا. ما قلت لك بقى تاني ما احنا عشان متصورين ادل فيها محمد معلش. يا جماعه محمد شغال فوتوغرافر كويس جدا وبيشتغل في التلبيس تمام. واجهه كده واجهه بتريك بالله يا لهوي ايه يا لهوي ايه الوجاهه دي؟ ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. مين ده يا جدعان؟ جدعان ده لسه تشوفوا رقص. استنوا بقى طلع الكاميرا. تعالى ناخد صوره سوا. تعالى اشيلك. البس الدبله وربنا يستر. وجاهه حمو. وجاهه صور السلام عليكم يا الله يا اللي هنا حد خلع راسه ولا حاجه؟ السلام عليكم صلى على النبي صلى على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شكلك عريس. اوصلك؟ لو كده يا ابني فكر وبتاع يعني. فقلت له طب اديني 5 دقايق افكر. المشكله ان عمر قال له كده برضه. انتوا قرايب وهو مش قرايب. تعالى يا بابا يلا. يلا بابا تعالى يا تاتا يلا. ماما فين؟ يلا صوره جماعيه يلا. بص دي بقى دي جديده دي جديده. فاجئتك صح انا عارف. دودي روح مع عبودي هناك يلا. يلا اتكل على الله يلا. حلو كده؟ قمر دي؟ دي هي كل الافكار دي كنت بعملها والله. صعبة قوي دي. هلف ازاي انا كده؟ انت ممكن تفضلي باصه هناك عادي. صعبة والله. انا هلف ازاي كده؟ انت هتعمل لنا مشاكل. لا كده مش محتاجين والله انت هتعمل لنا مشاكل يا ابني. معلش في واحده بتاعت عم بوحه. احسن عبدو في حاجه ايجابيه. ايه؟ انت جبت معايا. انا جاي بدري محدش مصدق ان انا صاحي بدري اصلا. يا لهوي على الوسام. قول ماشي. كل حاجه العروسه كده. بص البلكونه الصفرا اللي هناك. بقول لك ايه بقى بالمناسبه اللحظه الرومانسيه دي الاغنيه اللي عمري ما غنيتها لك. الشمسية دي حاساها شكلها عبيط. شكلها عبيط قوي يعني. انا بسمع الكلام ده عشان بيزعق لي. انا بلاش شويه. الدنيا عندك تمام ها؟ حلو ده كمان. الله اكبر. الله ما شاء الله. اسمعين دول. سيبه يا عم. انت بتتفاهم معاه تاني من الاول والله. زي الحلاوه دي. قعدت يبقى فيك كفايه خلاص. طاقه يا جماعه طاقه. هو في لحظه كده هو في حلاوه كده. الله اكبر الله اكبر والله الله اكبر. طلع على النبي طلع على النبي. هو النهار هم ساعتين زمن النهار فيها صغيرين وتسبيح عند
كده نروح. يا جماعه اللي مش هيسقف لي وانا ببصم هروح. كمية الإمضاءات دي ايوه صح. لا انا مستفيد بس الراجل ده مش هيخشني ابدا. قريت الورق ده؟ لا ايا كان البازون صاحبه. لا انا قصدي انا بمضي على طول. طبعا بمضي على طول. تقيس والله. تاني مش عارفه غير لما اتبعت لي اسد. الكعبه دي بقى بالتفصيل. العروسه بتمضي يا جدعان. واحده عدنان البحيري كده ما انا مضيت ده. ايه مين الموزه دي؟ يا ساكته. ايه الحلاوه دي؟ انت تعالي هنا وانا احنا مش في لوكيشن. حاجه رول. طيب يابا الله يسهل. ابوها يسهل. يلا ابوها. ماشي. امسكي حط ايدينا وسط الورد و يا سلام. يا ابني احنا المايكه بتاعت الجي. مايكه بتوع المايكات. يا جماعه اللي مش هيسقف طب معلش بس عشان حته بس سقفه دلوقتي كده سريعه كده معلش. العيال دي ما سقفتش. جوزنا وسقفنا. النبي الكريم سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب صل على النبي واله عدد الخلائق حصرها لا يحسب وسلم تسليما كثيرا بعقد قرار وحفظ الكتاب الاستاذ عبد الرحمن على الانسه دي. النوم بقى وبنيه صفي ان شاء الله وبخلاص كده ندعي العروسين بدعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدعي كل العروسين يقول كده بارك الله لكما. انت تقول امين انت وهي. هو استقبل تدعي الناس. ايوه. بارك الله لكما. وبارك عليكما. وجمع بينكما في خير. او على خير. احنا مش هنطول عليكم هم 5 ساعات وعم مش انا باقي لك على ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كلمة آيات إيه؟ جمع. مفردها آية يعني إيه آية؟ يعني علامة دالة على قدرة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته في تدبير أمور خلقه. مين اللي خلق الخلق؟ ربنا. مين اللي دبر لهم أمورهم ومشكلهم؟ هو رب سبحانه وتعالى بالزواج. على إن الزواج ده مش شيء روتيني نوصل لسن معين نتجوز، ده على إنه آية بتشهد بعظمة ربنا وبحسن تدبيره لأمور الخلق. ومن آياته أن خلق لكم بكلمة من عبد الرحمن خلق لكم. خلق لكم ايه؟ من انفسكم، يعني من نفس الطبع ومن نفس النوع عشان تحصل ألفة ما بين الزوجين لتسكنوا اليها. طيب يعني ايه تسكنوا اليها؟ عبد الرحمن يا جماعه مقيم هنا في اسكندريه وجاله عقد عمل في الكويت ولا جاله عقد عمل مثلا في اي مكان ربنا يكرمه ان شاء الله وامين. امين يا رب. ماشي بيحبك جدا. لكن في عقد العمل يقول هو عقد العمل ده غطي السكن ولا لا؟ قلت له يا عم حاج لاقي كنت بتخلص قال لك لا ما انا طول النهار بشتغل عاوز ادور على مكان اسكن فيه وارتاح فيه. السكن ليه معاني كتير جدا. لتسكنوا اليها معنى كلمه السكن دي الراحه والهدوء والسكينه وكل المعاني دي احنا المفروض نحققها من الزواج. يعني مش ايام الخطوبه بس اللي حلوه وايام الجواز يلا بينا نتكلم. لا بعد ما المأذون يمشي نبدا بقى نحقق ان شاء الله ونبني الثمار. ثمار ايه؟ ثمار يبقى يكون في استقرار، في هدوء، في راحه، في سكينه،
في كمان تفاهم، في توائم وهكذا. طيب مين اللي قال ان المواد اعلى من الحب؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في خواتيم سوره مريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الود ده اعلى درجات الحب واعلى درجات الالفه. بس بيتكلم في الايه ان المؤمنين مهما يكونوا ومهما تكون العلاقه ما بينهم علاقه بقى قرابه، علاقه جيران، علاقه زماله، يكون ما بينهم الود. طب لو علاقه زوجيه يبقى اعلى درجات الود واعلى درجات المحبه والود. على الايه كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى ربنا كرر لفظ الرحمن الرحيم عشان يدل على رحمته بس. بيتكلم عن رحمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طب ايه اللي دخل الرحمه معانا في الزواج يا عم؟ علشان العلاقه الزوجيه لن تستمر الا بالرحمه. وده لفت نظر وانتباه ان يا جماعه مش على طول المواد اللي بتمشي الامور، لا احنا هنعذر بعضنا في نقاط الضعف، في نقاط مثلا نكون ممكن مضطربين مش في الحاله الطبيعيه. يبقى ايه اللي يمشي الحياه؟ الرحمه. وإن نقصت المواد في بعض المواقف تيجي الرحمة الرحيم إن شاء الله. وأتزوج النساء. النساء دي كلمة جمع ولا مفرد؟ لا مفرد. انا سمعتها مفرد. هي عروسه بقى اكيد عندها حق. هو يقدر؟ ولا هي مفرد، هي مفرد حلو. الصحابي ما عرفهمش. نقول بارك الله لكما. بارك الله لكما. صوت كويس كده. بارك الله لكما. بارك الله لكما وبارك عليكما. وبارك عليكما جمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير أو على خير. أو على خير. أستاذنكم بنفس الصمت الجميل وعاوزين كمان أكتر نسمع صوت الزواج لأنكم كلكم شهود على العقد. ده ميثاق الغليظ ودي حاجة محترمة جدا في ديننا فعاوزين إن إحنا نديها قيمتها وحيلتها. اخر كلام يا بابا؟ اخر كلام يا بابا ولا عندك لا مش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام. على سيدنا رسول الله. على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإن استعنت بالله وتوكلت على الله وزوجتك وزوجتك ابنتي وموكلتي لي أشرف أولاد البيت الرشيد البيت الرشيد لك لك بنفسك بنفسك ولنفسك ولنفسك أنت أنت عبد الرحمن عبد الرحمن محمود محمود عبد جواب على شكرا كتاب الله على كتاب وسنة رسول الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله فإني استعنت بالله وتوكلت على الله وتوكلت على الله وقبلت منك زواج ابنتك ابنتك وموكلتك لينا أشرف عبد الهادي البناني زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله لي لي بنفسي ولنفس ولنفسي عبد الرحمن محمود محارب والحاضر يشهدون بذلك والله خير الشاهدين. لا تسقفوا كمان.
جامد يا ابني. قوم يا عبده واتك على الصورة يا عبده. جامد ابسط مكانك. يلا يا عبده. هي وتوكلت على الله وقبلت منك زواج ابنتك وموكلتك والله خير الشاهدين. سقفوا له كمان شباب. كل احباب العريس وكل احباب العروسه مع رئيسنا في البث. يلا ايدينا فوق ايدينا فوق. يلا
صوت عالي قوي قوي. تكسلوا البصر بقى كحولوا البصر تكسلوا فجأة تاخد عمود الشمسية ويطير ويطلع كده. بابا مش هخش بالقرف ده عنده منوال. انا وانا عند منوال. خلصت تصنيف صح؟ شرط تسيب تاني يعني سقفوا بعد كده مني انا لا تسقفوا له سقفوا له ساعد ورود ساعد ورود انت يا